السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيزود الخامسة من البودكاست فراغ. في حياتي وكنظن حتى في حياتك كانوا لحظات حسيتي فيها بحرب داخلية ما بين شي احساس كيقول سير جرب امن، وصوت اخر كيقول وقف فكر راه ماشي امن. القلب عنده ديك الرغبة الطفولية النقية اللي كتشوف الحياة بحماس، كيسولك علاش ما تجربش، شنو غادي تخسر، وكيبدا يرسم لك احلام ومشاعر واحتمالات. اما العقل فهو الحارس ديالك اللي كيسهر باش ما تطيحش، اللي كيقول لك واش فكرتي مزيان، شنو لو فشلتي، شنو لو تأديتي. وبين هاد الجوج كيبقى الانسان واقف في وسط الطريق ما واضحاش. انا بزاف المرات حسيت بالضياع في هاد النوع من القرارات، بغيت نغامر في حاجه قلبي كيحماق عليها، ولكن عقلي كيخليني نخاف من النتيجه. وساعات كنت كنسمع للقلب وندم، وساعات كنت كنسمع للعقل وكنت نحس بالحزن حيت ضيعت فرصه تقدر ما تعاودش ترجع. فهمت من بعد ومع الوقت ان الغلط ماشي في اننا نتبع القلب ولا في اننا نتبع العقل، الغلط في اننا نسكتوا صوت على حساب الاخر، ونسينا ان الانسان هو تشكيله راقيه ما بين الاحساس والتفكير. دونك كيفاش نخلق التوازن الحقيقي؟ اول حاجه الاصغاء الصادق. قبل ما نقرر نسمع لكل صوت فينا بلا استعجال وبلا حكم، نسول راسي منين جاي هذا الشعور، شنو الهدف من هذا التفكير. ثاني حاجه نخلي كل طرف يعطي رايه ونجمعهم. مثلا قلبي بغى نبدا مشروع جديد، العقل كيقول خاصك تخطط، نخدم على خطه بسيطه ترضي الطرفين. نصاحب العقل وما نخليش يعزلني، ماشي حيت خايف يعني ما نحاولش، نستخدمه كمرشد ماشي كسجن. نحتضن صوت القلب ولكن نديرلو العقل. انا حتى الانسان خصو حوار، نسولو علاش بغيتي هاد الحاجه، شنو كتمنى، واش نقدروا نوصلوا ليها بطريقه امنه. في هاد الحياه ما غاديش تلقى وصفه وحده تصلح للجميع، ولكن غادي تلقى توازن الا عطيتي راسك الوقت والمساحه. العقل والقلب ماشي خصمين، هما بحال الجناح، الا خدموا مع بعض غادي تطير بعيد بهم، والا عطيتي واحد فيهم كل السيطره غادي تطيح حيت غادي يختل التوازن. وفي الاخير اذا كنتي اليوم في موقف محيرك فيه عقلك كيهضر بقوه وقلبك كيبكي في صمت، خذ نفس واسمع ليهم بجوج وغادي يجيك الجواب، ماشي بصوت عالي ولكن غير في احساس داخلي غادي يقول لك هنا هو الطريق ديالك.